السلام عليكم. دي الحلقة الأولى من برنامج إذ ربما. فكرة البرنامج قائمة في الأساس عليكم انتوا. أي حد عنده موضوع حابب نتكلم فيه بيسيبه لنا في الكومنتات، وإحنا بنشوف الموضوع المناسب اللي هنقدر نتكلم عليه وبنختاره. في بداية الحلقة بنقول اسم صاحب الموضوع وبنشكره طبعا، وبنتكلم في الحلقة على الموضوع اللي هو اختاره. فبالتالي البرنامج مش قائم على السخرية ولا على الكوميديا بس، هو برنامج مفتوح، وهو في الأول وفي الآخر وجهة نظر وإذ ربما. يلا نبدأ الحلقة. أنا من رأيي إن أول حاجة انا معترض. على إيه؟ معرفش، انما ادام في مجلس لازم اعترض. لازم احسن يقولوا عليا حمار. المجالس كده اول ما يقعدوا يقولوا انا معترض. حتى اسال السيد العضو. ايه رايك يا سيد عضو؟ ربما. السؤال الأولاني من نصيب نعمة حسين. السؤال الأولاني كان من نصيب نعمة حسين، وهي بتقول لنا إيه رأيك في شادي سرور؟ البطاطس دي بقى بتتقطع ازاي؟ انا اللي بعمل بطاطس من تانية ابتدائي، من قبل شيف شربيني ومحمد حمائي. وجهة نظري في شادي سرور ان هو مجرد بداية. ناس كتير قوي ليها تحفظات على طريقته وعلى افوارته في الحلقات وعلى الاوفر بتاعه في التمثيل، وانا ليها تحفظات كتير جدا 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 على اسلوب شادي سرور. بس ما نقدرش ننكر ان هو كانت البداية اللي من وراه خرج يوتيوبرز كتير مصريين. فهو في اخطاء كتير، بس هو يعتبر الاصل، زيه زي مسرح مصر بالظبط. مسرح مصر انت لو بصيت عليها تلاقي مفيش دراما. انت عندك علي ربيع بيطلع كل مسرحية معاه في واحد بس بيقعد يكرر فيه ويبقى ترند على السوشيال ميديا. ويزو هي بتطلع كل حلقه يتريقوا على حجمها ويسخفوا عليها بشكل مبالغ فيه جدا. حمدي المرغني هو بيطلع يعمل فقره ستاند اب كوميدي على المسرح، يرمي افيهات على كلام صحابه بشكل ارتجالي بيضحكهم ويضحك المسرح ويضحكنا احنا كمان. اشرف عبد الباقي ناظر المدرسه اللي كله بيتعامل معاه بحذر كبير جدا على المسرح، وبيرموا عليه افيهات بالراحه وبيخافوا منه ومش عارف ايه. فالمسرحيه كلها بيبقى فيها عجز شديد جدا. بيبقى فيها كوميديا بس بتبقى فاضيه من جوه. بس دوت ما يمنعش ان هي كانت بدايه المسرح في الفتره دي. من بعد مسرح مصر ما بدا يشتغل، مسرح الشباب انتعش بشكل كبير جدا. المسرحيات بدات تكتر في مسرح الشباب، والمسارح العامه بدات تشتغل. مسرح الهسابير بقى عليه عروض يوميه، مسرح الهناجر، مسرح اوبرا ملك بعد ما كان مقفول اتفتح. هو كمحتوى ضعيف بس كبدايه قويه حركت اللي بعدها. هي دي وجهه نظري على شادي سرور. هو اوفر، اسلوبه ضعيف، تمثيله مش قوي، بس هي كبدايه قدرت تحرك من بعديها ناس كتير جدا. لولا شادي سرور كان في ناس كتير قوي ما بداتش، فبالتالي كان اليوتيوب على المستوى المصري لسه ضعيف، فبالتالي ما كانش زمان انا كمان دلوقتي قاعد على الكاميرا قدامكم. لو رجعنا لزمن الفن الاصيل زي ما كان، او زمن الفن الفصيل زي ما انا مسميه، هنلاقي ان الفن بتاعهم احنا دلوقتي بنمثل بشكل اعلى بكتير، وفي تقنيات اعلى بكتير في التمثيل، ورياكشنات اعلى وحاجات احدث. بس في الاول وفي الاخر هم اللي بداوا. هم ما كانوش، احنا شفنا اللي هم عملوه وعدلنا عليه بعد كده، لكن هم ما كانش عندهم حد يعدلوا عليه. هي دي الفكره. احنا شفنا شادي سرور وبدانا نشوف عيوبه ونعدل عليها، شفنا مسرح مصر وبدانا نشوف عيوبها ونعدل عليها، لكن الناس دي ما كانش لها قاعده ترجع لها. فبالتالي مهما اخطاوا هم ابتدوا واحنا بنكمل من ورا. دي وجهه نظري في الحلقه الاولى من اذ ربما. يا رب تكون عجبتكم، وهستنى الاسئله بتاعتكم او المواضيع اللي انتوا حابين نتكلم عليها في الكومنتات بتاعه الفيديو دوت. ما تنساش تدوس لايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.